حب الراقصة المشهورة طبعا زينات علوي، ورفضته زينات علوي وقالت له أنا زينات علوي اللي بيجري ورا رشدي أباظة يتجوزني كومبارس. اتولد محمد شلاضيمو في مدينة بني سويف في 1905. طبعا انت عارف شكله لكن ما تعرفش أي حاجة عنه. محمد شلاضيمو اسمه كده. تخيل ان عيلته كانت خايفة عليه من الحسد أصلا. واحد من الممثلين اللي أساميهم غريبة خالص زي شرفنطح وماري باي باي وزكي الحرامي. أيوة كان في ممثلين اسمهم كده. هجيب لك كلام كتير عنهم وحلقات كتير عنهم. متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. محمد شلاضيمو ده واحد من أشهر الكومبارسات في تاريخ السينما المصرية. ملامحه للأسف هي اللي خلته مؤهل لأدوار الشر. هو مع إن ملامحه جميلة جدا وكل حاجة، بس دايما مخرج يشوف كده يقول لك بس أنت شرير، يا تعمل دور كافر يا دور حرامي يا دور واحد صايع يا دور واحد بلطجي. مع إن الراجل ده ينفع يعمل كل حاجة. يعني أنا شايف ملامحه عادية جدا، ومفيش حاجة اسمها ملامح واحد تخليه شرير أو طيب، ولكن هي من ضمن الحاجات اللي كانت في السينما المصرية تعتبر كليشيهات. المهم شلاضيمو ده اسمه الحقيقي. مش هقول لك بقى ان هو اسمه في الاصل ايه، لا هو اسمه حقيقي كده. ايه الحكمة بقى من كده؟ ان زمان كانت العائلات اللي ما بيعيش فيها اولاد بيروحوا مسمينه اسم وحش قوي عشان الحسد. قال يعني الناس ايه، مش هتحسده كانسان بقى، بما ان تقول لك يا عيني ده كفايه ان اسمه شلاضيمو. يعني هتيجي تقر على واحد تقول الله ده جميل وحلو وكده فيتحسد بالنسبه لهم. لكن لو عرفت ان اسمه مثلا الحرامي او شلاضيمو او مش عارف ايه هيصعب عليك فمش هتحسده، او ان دي هتبقى حاجه وحشه يعني ما تخليكش تنبهر بيه قوي وتحسده. فكان ده معتقد سائد زمان ان العائلات زمان يروحوا مسمين اسم اولادهم اسم وحش. فكان ده شلاضيمو على هذا الاسم او بالطريقه دي. المهم في الحقيقه هو بقى شلاضيمو ده كان بيمتاز بخفه الدم والجدعنه. كل الناس كانت بتحبه. الفنان الراحل انور وجدي هو اللي اكتشفه وقدمه سنه 1947 في فيلم قلب دليلي مع طبعا الراحله ليلى مراد. شارك طبعا شلاضيمو في 20 فيلم منها قطار الليل. عمل شخصية بنفس الاسم بتاعه طلع شلاضيمو برضه. جعلوني مجرما. عمل أفلام كتير جدا. شخصية حنظلة في فيلم عنترة بن شداد. محمد شلاضيمو بقى انتشر عنه قصة كده إن هو كان مسيحي وزينات علوي رفضت الجواز منه لأنه مسيحي وهي مسلمة، فراح أسلم ورجع لها فرفضته. والحقيقة طبعا القصة دي مش حقيقية لأنه هو اسمه محمد شلاضيمو من زمان. طب محمد شلاضيمو ده اسمه مركب زي ما قلنا عشان موضوع الحسد وكده، فهو بالتالي مسلم من الاول. لان استكمالا للقصه دي كان بيتقال ان عماد حمدي سمع بقى ان محمد شلاضيمو ده بعد ما اسلم ورفضته زينات علوي فاعتكف في المساجد وقعد بقى في لوحده في حاله بيصلي وبتاع وبعد عن الفن تماما، وان نفسه يعمل حج او عمره. فعماد حمدي يقول القصه دي مش حقيقيه لان محمد شلاضيمو اصلا مسلم من البدايه. وسبب رفض الزينات علوي ليه كان فكرة إن هو كومبارس. والزينات علوي طبعا كنا جبنا في حلقة إنها رفضت الجواز من رشدي أباظة، فبالتالي هيبقى الأولى ليها يعني لو هترتبط بحد هترتبط بحد تاني طبعا، لأن هو كان مستواه الاجتماعي أكيد أقل من زينات علوي. فهو اسمه محمد شلاضيمو من البداية. بداية سنة 52 يمكن هتلاقي تترات مكتوب فيها فيلم الإيمان لفريد شوقي كان طالع باسم محمد شلاضيمو في التترات. والقصة دي ما حصلتش، هو أصلا من الأول مسلم. زينة علوي رفضت الجواز منه، يمكن ما قالتلوش كده بشكل مباشر بس كان ده سبب الرفض إنها ترتبط بمحمد شلاضيمو. محمد شلاضيمو شارك في أفلام كتير زي ما قلنا 44 فيلم، كان آخرهم فيلم طريق الفردوس وتوفى بعدها بسنتين. يقال إنه توفى في جبل عرفات أثناء الحج. الرواية بتاعت موضوع زينات علوي مش حقيقية لأنه هو ما اعتزلش الدنيا ولا اعتكف وبعد عن الناس، بدليل طبعا إنه كانت حياته حافلة بالأفلام. اشترك في أفلام زي السوق السوداء وغني حرب وقلب دليلي وأسير عيون وحماتك حماتك ولا حماتك تحبك، أولاد الشوارع، أنا والماضي، المنتصر، ابن الحارة، فعل خير، جعلوني مجرما، رقصة الوداع، الجريمة والعقاب، النصاب، فيلم اسمه كده النصاب، جوز مراتي وخلخال حبيبي، بورسعيد، امير الدهاء، طارد الفردوس سنه 65.
توفى بعدها كان عنده 62 سنة بعدها، فأكيد ما اعتزلش الحياة زي القصة بتاعت أول الموضوع المنتشر عنه إن زينات علوي خلته يأسلم الأول، وبعد ما أسلم راحت رفضاه فاعتكف وبعد عن الحياة كلها ومات لوحده. مفيش الكلام ده خالص، لأن هو آخر فيلم ليه كان 65، يعني كان عنده 62 سنة لما توفى سنة 67. واكيد مش هيحب زينات علوي وهو كبير أوي كده، زائد ان هو في تتر من مسلسلات، في تتر من الافلام بتاعته القديمة سنة 52 كان مكتوب محمد شلاضيمو، يعني هو من قبل كده هو مسلم بكتير جدا. دي كانت حكاية النهاردة مع فنان منسي، وهتلاقي في العنوان بتاع الحلقة هاشتاج اسمه فنان منسي، دوس عليها هجيب لك كل حلقات الفنانين المنسيين تعرفهم شكلا بس وما تعرفش حاجة عن حياتهم. وهتلاقي سيب لك برضو القايمة بتاعت التشغيل تحت في الوصف بتاع الفيديو، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك.